السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم جيده. اليوم جيتكم بهاد الخبيزات. اولا راح ندير معاكم خبز الفينو. هاد لي سندويتشات خبز الفينو راح يجوا بزاف هايلين. خبز الفينو راح يجي طري، راح يجيكم يعني كيما المحترفين. راح تكون وصفه اكثر من رائعه وراح تحمروا بها وجوهكم قدام ناسكم. بدون اطاله تبعوا معايا كامل المقادير اللي نسحقهم لهذه الوصفه. خديت اناء درت فيه كاس تاع الحليب، حطيت فيه مغرف كبيره خميره الخبز، مغرف كبيره تاع السكر، وخليتهم يتفاعلوا مع بعض. زدت عليهم مغرف كبيره تاع مارغرين مع مغرف صغيره تاع الملح. درت عليهم ديراكتومون الفارينه، يعني بديت ديراكتومون نطم بالفارينه. كما راكم تلاحظوا غير بالمغرفه راني نطم كلش مع بعض، او تقدروا تستعملوا البيتخان وتضيفوا الفارينه حتى تتكون لكم كره. العجينه تاعنا لازم ما تجيش تلصق في اليد، يعني تجي كره طريه. كما راكم تشوفوا هذيك لا مارغارين بدات تدخل كامل في العجينه، وكملت نجمع هكذا بيديا حتى تحصلت على كره طريه ومتماسكه. بعد ما كملت طميت العجينه تاعي في الميتها كما راكم تشوفوا، خليتها تخمر في غردها. بعد ما خمرت لي وضاعف لي الحجم تاعها، نحيتها وزنتها كريات تاع 50 غرام. تقدروا ديرهم من 50 حتى ل 80 غرام، راح يجوكم هايلين. انا الحجم تاعهم جاني متوسط، الا حبيتوهم شويه كبار تقدروا توزنوهم حتى 80 غرام. درتهم كامل كريات كما راكم تشوفوا، وعاونت يديا شويه بالفارينه، ما تكثروش الفارينه، وفتحتهم بالحلال ماشي بزاف رقاق، يعني شويه برك بشكل دائري هكذايا. وبديت ندور ليجيرمون هكا بالعقل، خليت شويه الهواء في الوسط، وبديت نقرص هكاك في لي كوتي باش ندير الشكل اللي راني حباته. واكيد لازم نغلق مليح مليح العجينه تاعي وين خلاصت. هكذا سقمتهم شويه بيديا وكملتهم كامل بنفس الطريقه. حطيتهم كامل في السنيوه تاعي كما راكم تشوفوا، ورحت ندهنهم من الفوق. درت لهم بيضه كامله، درت لها مغرف كبيره تاع المزهر، ودرت لها قيس مغرف صغيره عطر اللوز. كي ديروا هاد المكونين راح تجيكم واحد الريحه اون البريوش تاع برا. خليتهم يخمروا حتى ضاعف لي الحجم تاعهم، ودخلتهم للفور باش يطيبوا لي. درتهم على 250 درجه مئويه، وخليتهم طابوا لي من تحت، شعلت لهم من الفوق، وتحصلت على هذا الخبز الرائع. غير جربوه راح يجي مانيفيك، طوب تاع الطوب. من بعد ما طاب لي الخبز تاعي رحت ديريكتومون للحشو. الحشو واش درت فيه؟ خديت مقله درت فيها شويه تاع الزيت، راح ندير برومييرمون لي زونيون كاراميليزي. درت البصل تاعي مقطع هكذا طويل، تحبوا ديروه ديكاغو كيما حبيتو. درت له شويه تاع الملح، شويه تاع فلفل الكحل، خليته هكذا بدا يتقلى لي شويه. ضفت عليه مغرف كبيره تاع العسل باش يعطي لي واحد البنه في البصل، راح تجي هايله. كملت خلطته هكذا كامل حتى اتكاراميليزا. ومن بعد واش درت؟ نحيت نصف الكميه وخليت غير النص، وضفت عليهم 2 سنينات تاع الثوم، وحطيت اللحم تاعي. تحبوا تستعملوا لي ستاك، ولا استعملتوا لي ستاك غير ديروا لا كوكوت، ما ديروش في المقله. انا استعملت الفيلي على بالكم كامل يجي بزاف طري، يعني ما يحتاجش لا كوكوت ولا يحتاج طياب بزاف، يذوب وحده. حطيت فوق هذوك لي زونيون كاراميزي والثوم اللحم ديالي هكذا كما راكم تلاحظوا، وزدت لهم شويه تاع الملح، قيس هذاك اللحم ديالي، ومغرف كبيره تاع لا موطارد، وزدت عليهم كاس تاع الماء. نقصت الفرن وخليت الفيلي تاعي يطيب فيه غردو باش يجيني يذوب. انا حبيته يذوب. تحبوه تقطعوه من قبل بالموس وتحطوهم يطيبوا، تحبوا تخلوه حتى يذوب وتفتتوه كيما حبيتو ديروا. انا كيما راكم تشوفوا خليتهم يطيبوا هكذا في غردهم مع الماء. نقصت كامل الفرن وخليته طاب حتى تحمر لي كما راكم تشوفوا، جا دايب. لاحظوا يعني الفرق، انه زعما تقليوه برك ولا تخلوه يطيب في غردو راح يكون الفرق شاسع كما يقولوا. هنا فتتو كامل غير بشويه، تفتت لي وحده باش نديرو في لي ساندويتش، وضفت فوقه كميه البصل المكرمل هذاك اللي كنت نحيتها مع الاول. فوالا خلطته كامل مع بعض، ورحت نمونطي لي ساندويتش تاعي. درت هنا كما راكم تشوفوا جبنه اللي طالي، تقدروا ديروا مايونيز، او تقدروا يعني تستعملوا لا صوص فرomاج او اي يعني صلصه تفضلوها. ودرت الحشو تاعي تاع الفيلي وجاء اكثر من رائع.
تقدروا تضيفوا تانيك لي شامبينيون، راح يجي بزاف هايل. تقدروا ديروا المايس تانيك يجي مليح. في نهاية هاد الوصفة ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير في وصفات أخرى إن شاء الله. مع السلامة.